هنا بدأ الخوف الحقيقي. قبل أن يشرق نور الإسلام كانت مكة تعيش في ظلام عميق، ظلم، جاهلية، وقلوب قاسية. وفي هذا الظلام كان يعيش رجل شديد قوي اسمه عمر بن الخطاب. كان عمر بن الخطاب قويا في بدنه، شديدا في طبعه، يهابه الرجال وتخشاه القلوب. لكن في لحظة غيرت التاريخ دخل الإيمان قلب عمر، فتحول من سيف على الإسلام إلى درع يحميه. هنا بدأ الخوف الحقيقي، ليس في قلوب البشر بل في قلوب الشياطين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه. نعم، الشيطان كان يفر من طريق عمر. أصبح عمر خليفة للمسلمين، عادلا، قويا، يخاف الله، فخافته الشياطين. في إحدى الليالي خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه من بيته متخفيا، لا يريد أن يعرفه أحد، كان يريد أن يرى أحوال الناس بنفسه. وأثناء سيره في الظلام توقفت خطواته، فقد سمع بكاء أطفال صغار، بكاء اخترق قلبه. اقترب عمر بهدوء فرأى أما فقيرة وقد وضعت قدرا على النار، وأطفالها يبكون من شدة الجوع. سألها عمر بصوت مكسور: لماذا يبكي الأطفال؟ قالت بحزن: من الجوع يا عبد الله، وضعت ماء في القدر لأخدعهم حتى يناموا. هنا تألم قلب عمر ودمعت عيناه، وقال في نفسه: كيف أكون مسؤولا عن المسلمين وهناك من يجوع؟ لم يتردد لحظة، ذهب مسرعا إلى بيت مال المسلمين وحمل الطعام بنفسه. قال له خادمه: دعني أحمل عنك. فأجابها عمر: أتحمل عني وزري يوم القيامة، دعني أحمله بنفسي. عاد عمر إلى البيت وأشعل النار وبدأ يطبخ الطعام بنفسه حتى شبع الأطفال. نام الأطفال وهم يضحكون، وقال عمر للأم: إذا احتجت شيئا فاذهبي إلى بيت المال. عاد عمر وهو يقول: الحمد لله الذي لم يجعلني أنسى هؤلاء. لم يكن عمر نبيا، لكنه كان صادق الإيمان، قوي اليقين، فانهزم الشيطان أمامه. إنه عمر بن الخطاب الفاروق، الرجل الذي فرق بين الحق والباطل، والرجل الذي خافت منه الشياطين.